التيك توك كلياته برعاية شروق. مين شاف فيديو شروق؟ فضيحة شروق. مين بده الفيديو؟ وين بلك الفيديوهات؟ اذا حاب تشوف الفيديو اعمل لايك، انزل تحت اكتب 10 تعليقات، تابعنا على الانستغرام، صلى على النبي وخلينا نبلش. امي طبخت بامية وانا بدي كوسة كثير حامية، اخوي اسمه موسى. في حرب فضايح صايرة بالتيك توك. خليني افهمكم شو اللي صاير، بس قبل لا نبدا لا تنسى اللايك والاشتراك، لانه لو انا ما وصلت 10,000 مشترك قبل نهاية السنة ابوي راح يطرني من البيت، او فعليا انا انطريت. لان بالفيديو الماضي حكيت لكم انه هذا اخر فيديو راح اصوره في هذا المكان، بس صار في امر طارئ لا يحتمل التاخير بتاتا، عشان هيك قاعد بصور بالفيديو هذا. اصلا احسن هيك، شو هالطلع لي انا طلع لي شو هون؟ اصلا احسن هيك تتحمسوا للمكان الجديد، وبتمنى انكم تحضروا الفيديو كامل لحتى تفهموا. على كل حال بتعرفوا شروق الصابوني؟ كان على المنشن، يا عيني على الصابونة، صابونة ولا افوكادو هاي؟ هذا السؤال حير كل الكوكب، كل العلماء أديسون، أينشتاين، الخوارزمي، حتى ابن النفيس سأل نفس السؤال، هاي صابونة ولا أفوكادو؟ وبعد سؤالهم هاد كلياتهم انقرضوا. لمتى بدنا نضلنا نخربش بين الصابونة والأفوكادو؟ لمتى؟ شو نعمل؟ البنت كثير مصدومة انه الصابونة ناعمة. المهم شروق قبل فترة اتجوزت هذا الزلمة اسمه دكتور فود، وانصدمت صراحة انه الزلمة هذا مشهور. انا كنت مفكر اني انا المشهور الوحيد في الوطن العربي. قبل ما اكمل خليني اشوف محتواها بعد الجيزة، لساته زي ما هو ولا بطلت هاي العادة؟ طول عمره بيحكي معك وانا جيت وتجوزته بيومين. هدي حناش. هدي حناش. جورجينا عندها كريستيانو واستحت تعمل هيك فيديو. وانت مين مدلعك؟ خلينا نشوف فيه مين مدلعها. سوشي محور الكون. انا زعلان عليه محور الكون. شوفوا كيف صفن لما شافها كبسة نص البسكوت بلقمة. اللينسز منظرها مرعب يا جماعة، استغفر الله، بس ليش هيك عاملة في حالها؟ شوفوا الفيديو كيف بصير لما احط موسيقى مخيفة على الفيديو. المهم شروق، او قبل شروق خلينا نشوف بس هالفيديو. اخر واحد. لا باتمان انساك من الهبل وارجع على جوثم. هسه الجوكر بصير يسرح ويمرح وانت مع شروق طاشش. خلاصة محتواها هاي الفترة هو جوزها. المهم اللي صار من كم يوم انه في واحدة نشرت فيديوهات مش كويسة لشروق. اشرح اكثر من هيك ولا تمام؟ المهم انتشرت فيديوهات مش كويسه لشروق. الفيديوهات اللي انتشرت فيها محتوى فوق ال 96، يعني اذا انت عمرك اقل من 96 سنه ما بينفع تشوف هيك الفيديوهات، لانه لازم يكون في عندك مشاكل بالنظر اصلا، لازم يكون في عندك طول نظر والعين فيها عجز 90%. اما قبل هيك حرام والله، حرام الله راح يحرقك بنار جهنم وراح يلتعن اساسك. من الاخر بعطيكم اياها، الفيديوهات مش كويس. المهم سبب الفيديوهات هاي البنت. انا بهمني فضيحتك عدي معي على تويتر، على الفيسبوك، على الانستغرام. واضح صراحة كمية الغل والقهر اللي عايشته، وكل همها بس انها تخرب سمعتها لشروق بأي شكل من الاشكال. في تعليقات كثيرة حكت انه هاي الفيديوهات قديمة، فشروق طلعت وردت عليها. خلينا نشوف شروق ايش حكت. إذا بتحكوا عن صور وفيديوهات هيدي مش لإلي أساسا، اللي موجودة في الصور والفيديوهات ما بتشبهني، فبلاش هذا الحكي أوكي، لأنه هاي دول مزورين، لو بتحطوهم على الحيطان ما بيهموني. أي أنا لسه ما تعودتش إنه في مايك هون بضلني. خلاصة الحكي إنه شروق بدها تقاضي كل حدا ساهم في نشر إشاعات وتشويه سمعة شروق. طب شو حكى الدكتور فود عن الموضوع؟ معقول ما عمل إشي؟ هاي خلينا نشوف شو حكى الدكتور فود. قد ايه بيهاجموها وقد ايه عندها هيتر، ومن هيك من دون شيء صرت حبها زيادة. والله ضلكن هاجموها لحبها زيادة. صراحة بحترمه على موقفه من الموضوع، يعني انه ما تركها بهيك ازمة وضل ساندها، يعني بغض النظر عن اي اشي، سواء كان صح سواء كان غلط، سواء كان هسه سواء كان قديم، الزلمة ما تنازل عن البنت. لا خلاص، اي احبها، او مش انا بحبها، يعني الدكتور فود بحبها، انا ما بحبها. انا حلي ما بحبه، اني ما بحب حلي. انا بحب حلي، انا حلي ما بحبه.
على كل حال مش موضوعنا. اللي بدي احكيه انه احنا شعب متخلف، واحنا شعب بنستحيش على حالنا، شعب بموت على الفضايح. اول شيء هاي الفيديوهات قديمة ويمكن من اكثر من سنة، وثاني شيء ما حدا معصوم عن الخطأ، يعني احنا كلياتنا غلطنا، ما في ولا انسان في الكوكب ما غلط، كلياتنا غلطنا بس الله اللي سترها معانا. وصراحة ما فيش داعي انه احنا كل فترة وفترة نرجع نفتح نفس الموضوع. يعني انا مش قاعد بدافع على شروق، سواء هاي الفيديوهات إلها او هاي الفيديوهات مش إلها، سواء الفيديوهات صحيحة او الفيديوهات مركبة، انا مش بدافع عن شروق، ولو كانت شروق عملتها فشروق اكيد غلطانة، لا شك في هذا الحكي. بس احنا لازم نرتقي شوي ونكون اوعى من هيك. يعني لو وصلك فيديو فضيحة لحدا ما تنشره، مش ضروري والله تورجيه لاصحابك وتورجيه لك كل الناس اللي حواليك عشان تورجيهم انك انت فنان وبتجيب الفيديوهات والفضايح تاعت الناس. هاي الافلام بالناقص منها ما إلها ولا اي داعي. فلو وصلك اي فيديو لاي حدا خليه يوقف لعندك. تخيل الفيديو هذا لواحد بعينيك. يعني الناس اللي بتنشر هاي الفيديوهات لو كانت هي بنفس الموقف، يا ترى هل رايحين ينشروا فضايحهم زي ما بنشروا فضايح الناس؟ او لو حدا نشر فضايحهم هل راح يكونوا مبسوطين وهم الناس قاعدين بتداولوا فضايحهم؟ فعزيزي المشاهد، اي فيديو بيوصلك خليه يوقف عندك، ما تنشروه. استروا على العالم مشان ربنا يستر عليكم، وركزوا بحياتكم احسن ما تركزوا بحياة الناس. يعني خلينا هيك يدا بيد مشان نصير مجتمع راقي. لايمتى بدنا نضلنا متخلفين؟ بنيجي نعمل محتوى باليوتيوب، نعمل محتوى كويس ما بيجيبش مشاهدات، بنعمل محتوى تافه وزنخ وهيك مشاهدات مليون، نحكي عن فضايح مليان مشاهدات، نحكي معلومات قيمة فيش مشاهدات. فاهمين علي؟ انه خلينا نصير مجتمع متماسك، مجتمع قوي، بكفي فساد وتفرقة وفتنة. يعني اكثر اشي قاهرني في الموضوع انه الناس قاعدين بتكاتلوا في التعليقات انه هاي شروق او مش شروق، وبسبوا اميات بعض، هاي شروق لا مش شروق. طب سواء كانت شروق او ما كانت شروق، انت شو فارقة عليك؟ هل راح تاخذ مكافأة مالية لو طلعت شروق او ما طلعت شروق؟ وهي انا عملت هذا الفيديو، خلينا نشوف هذا الفيديو قديش حيجيب مشاهدات. اذا هذا الفيديو جاب مشاهدات اكثر من الفيديوهات الاخيرة اعرفوا انه احنا لساتنا بننحدر. انا عامل هذا الفيديو بديش يجيب مشاهدات، بديش يجيب مشاهدات، بس اعملوا لايك واشتركوا لانه انا قاعد بتبهدل في اليوتيوب. ابوي حيطرني من البيت يا جماعة، ما بمزحش معاكم، ابوي حيطرني من البيت لو ما جبت 10,000 مشترك قبل نهاية السنة. فاشتركوا وخلص انت وياه، خلاص بكفي مشاكل، بكفي فتنة، بكفي فضايح. لو عشان اللحية، عشان هاللحية بدي احلقها اللحية. صح اليوم ذكرتوني اروح احلق. وبس والله حبيت ابدا رأيي بالموضوع لانه الاشي قاهرني والله كثير مش شوي. التيك توك صار له 3 ايام بس شروق 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 شروق، فضيحة شروق وفلاني وشروق والدكتور فود وشروق. خلاص. وبس والله عزيزي المشاهد، انا اعتذر في حال كللت ادبي، بس انا انسان كنت مقهور وخلاص حكيت اللي عندي. ان شاء الله يكون الفيديو نال اعجابكم. وبس والله يا جماعه بكون وصلت معكم لاخر الفيديو. لا تنسوا لايك شير سبسكرايب. نشوفكم في فيديو جديد. كيف بس بتعرف تحكي زي بسرعه؟ هاي اعمل لايك يا جماعه. Peace out. مرة في حينا زارنا فيل ظريف برفق قال لنا ليس هنالك ما يخيف، نحن الخير بطبعنا لا نرضى ظلم الضعيف، لا يحيا